ازيكم يا حبايبنا؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا جايه لكم النهارده بجد وانا زعلانه جدا. زعلانه من اللي احنا وصلنا ليه. تخيلوا لما توصل بينا ان احنا ولادنا حته مننا تتباع، ده يسمى ايه؟ تخيلوا ان انا تجيلي رساله على الصفحه من واحده وعايزه حل مشكلتها. بجد انا سمعت منها المشكلة دي. أنا اتصدمت يا جماعة، والله بجد فعليا اتصدمت. لما تقولي أنا قاعدة في بيت عيلة وتعاملاتهم مع بعض كويس جدا، بس المشكلة دلوقتي في أخو جوزها ومراته مش بيخلفوا، يعني ما عندهمش أطفال. طيب تمام. قلت لها كملي يعني. تخيلوا يا جماعة ان هو عرض على امه وعلى اخوه ان هما ياخدوا ابني الصغير ده يربوه معاهم ويبقى ابنهم، يعني ياخدوه. هو كده كده هيبقى في نفس البيت. طبعا انا لقيت جوزي جه واتكلم معايا وقال لي ان اخويا عايز ياخد ابني الصغير ده يتولى تربيته ومصاريفه، يتكفل بكل حاجة، يتكفل بيه في كل حاجة، وهيدخله كمان مدارس لغات، وهيعيشه عيشة كويسة لان هو امكانياته كويسة جدا. بس هو يبقى مسؤول عنه وهو يبقى ابوه، وطبعا هي هتكون امه. طبعا انا هبقى موجودة برضو في نفس البيت، يعني هيبقى ابني تحت عيني. طبعا هي لما قالت لي كده بصراحة انا على قد ما انا سمعت منها، بس بجد اتقهرت يا جماعة. يعني معقولة الحوجة توصل بينا ان احنا نفكر ان احنا نتنازل عن عيالنا؟ يعني معقولة توصل حاجة زي كده ان احنا نتنازل عن عيالنا؟ قلت لها طيب ماشي كملي، يعني في كلام تاني يتقال بعد كل اللي انت قلتيه؟ قالت لي انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. دلوقتي انا عندي كذا مشكلة، ان انا جوزي دلوقتي بيقول لي ان هو موافق على ان هو يدي ابننا الصغير، يديه لاخوه لان هو هيعيش عيشه كويسه. قال لي ما انت كده كده هتشوفيه وهيكون تحت عينك، بس الولد يعني هيعيش عيشه كويسه. انت عايزه ايه؟ واحنا خلاص هنخلي مسؤوليتنا من مصاريفه، احنا الضغط علينا كتير. فدلوقتي هي مش عارفه تعمل ايه، لان جوزها ضاغط عليها قال لها انت لو ما وافقتيش خلاص يبقى خلاص بقى روحي لاهلك وان احنا ننفصل. تخيلوا واصله لايه، يعني بيضغط عليها ان هي تبيع ابنها لاخوه حتى لو كان تحت عينيها. يعني ازاي؟ طب فين اخواته؟ يعني دي انهي تفكير وانهي ام؟ انا مش عارفه اقول لكم ايه. هل نلوم الام ولا نلوم الاب اللي مفيش مشكله بالنسبه له، كل حاجه عادي، المهم ان ابنه هيعيش عيشه كويسه؟ يعني ايه اللي احنا وصلنا له ده يا جماعه؟ طبعا هي طلبت ان انا يعني ابعت مشكلتها دي، وطبعا هي هتشوف كل تعليقاتكم. لان هي مش عارفه تعمل ايه. بتقول هل انا ارضى بحاجه زي كده، ولا ان خلاص بيتي يتخرب وان انا اسيب البيت واروح بيت اهلي وهتطلق، وهو مصمم على الانفصال. فهي مش عارفة تعمل ايه. فطبعا انا يعني بوجه رسالة ليكوا ان انتوا تقولوا لها انتوا ايه رأيكم في حاجة زي كده، لان بجد انا من جوايا بجد انا بقول لكم المشكلة دي وبجد انا زعلانة. بس برضو ادينا بناخد اراء بعض وبنشوف نوصل لحل يرضيها هي. يعني هي من جواها طبعا هي زعلانة على ابنها، بس هتعمل ايه؟ اذا كان معاها زوج بيضغط عليها؟ يعني هي برضو يعني في الاول وفي الاخر ام برضو يا جماعة، وزعلانة بحاجة زي كده. فيا ريت تشيروا الفيديو ده علشان خاطر يوصل لأكبر عدد نقدر نسمع منه حل المشكلة دي. أنا مش هطول عليكم أكتر من كده، وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.